السلام عليكم اخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، ومرحبا بكم معايا في القناه. اليوم جيت نشارك معكم المعمول ديال التمر الغني عن التعريف. كيجي رائع البنات. كيجي هشيش، كيذوب في الفم ومعلك من الداخل. جميع الاسرار والنصائح تلقاوها ان شاء الله في هذا الفيديو ثمن البيع، وان شاء الله غادي ينجح لكم من اول تجربه الى تبعتوا المقادير والطريقه ديال التحضير باذن الله. ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير على بركه الله. عندي هنايا رابعه ديال الزبده لابريري، رابعه ونص. نخلي لكم في صندوق الوصف المقادير ديال رابعه. هنا احتاجيت انا رابعه ونص ديال الزبده، لان عندي 2 كيلو ديال المعمول ديال التمر. رابعه ونص ديال الزبده لابريري. غنحتاج كاس لاروب ديال السكر كلاص، يعني ما كنكثروش السكر لانها هي التمر حلو وغتفند في السكر كلاصي. يعني كاس لاروب فيه هاد رابعه ونص ديال الزبده. وما نساوش دائما قبيصه ديال الملحه. كنخلط الزبده مع ديك السكر كلاصي حتى كينسجم. كنزيد كاس لاروب ديال الزيت. كيف ما قلت لكم غنخلي لكم مقادير مضبوطين في صندوق الوصف ديال رابعه ديال الزبده ان شاء الله. هنا عندي كاس لاروب ديال ماء الزهر. هنا ملي كندخل ديك الزيت مع الزبده كندخل حتى داك كاس لاروب ديال ماء الزهر غير بشويه بشويه البنات. راه في الاول غادي يبان لكم ما تجانس، غير بقاو تخلطوا مزيان حتى كتدخلوا داك الماء الزهر. ضروري يدخل مع الزبده حتى كيولي على هذا الشكل كريمه. يعني هو راه صعيب باش كيدخل مع ديك الزبده، ولكن غير بشويه بشويه حتى كيدخل مع ديك الزبده صافي وكيتجانس معاها. هنا من بعد غنبدا نضيف الدقيق، ضروري يكون خاص بالحلويات. هنا راني ضفت تقريبا نص معلقه، يعني نص معلقه ديال الخميره ديال الحلوى، ما كاملاش، تقريبا نص معلقه. ما بغيتوش ديروها ما ديروهاش، المهم انا كندير ديك تقريبا نص معلقه في هاد رابعه ونص ديال الزبده. صافي غنبدا نضيف الدقيق بشويه بشويه، وانا كنجمع غير بصبعاني، يعني ما دلكوهاش. الا دلكتوها راه ما كتجيش زوينه. يعني كنبقى نجمع فيها بصبعاني بحال الشكل ديال الصابلي، يعني حتى كنحصل على هاد العجينه بحال هكا تكون رطبه بهذا الشكل، ما تكونش مرخوفه بزاف وما تكونش قاصحه. يعني الا قصحتوا العجينه غتجيكم الحلوه ثاني قاصحه وغتجيكم غتعذبكم في الخدمه. المهم العجينه خاصها تكون بداك الشكل، تكون رطبه. هنايا دزت التمر. دا عندي كيلو ديال التمر، درت معاه معلقه كبيره ديال الزبده تكون حيوانيه، من الاحسن تكون حيوانيه. وضفت معاه معلقه صغيره ديال القرفه، وضفت معاه كاس لاروب ديال الزنجلان اللي يكون محمر في الفران، او تضيفوا كاس ديال اللوز كيبقى لكم الاختيار. هنا انا ضفت كاس لاروب ديال الزنجلان اللي محمر، وغادا نخدم هاد التمر مزيان. وعفوا واحد معلقه ديال المزهر ما قلتهاش لكم، معلقه ديال المزهر حتى هي ضيفوها صافي. وكتخدموا هذاك العقده ديال التمر مزيان بهذه الطريقه حتى كيتعلق لكم بهذا الشكل. صافي هنا من بعد ما خلط داك العقده ديال التمر غادا ندوز نعبر العجينه. هنايا في كل كره كندير 16 غرام يعني ديال العجينه. كنعبر العجينه كامله، كندير فيها 16 غرام. صافي غادا نكمل انا نعبرها كامله ونتلاقى معكم باش غادا نعبر العقده ديال التمر حتى هي. هذا هو القياس اللي ديروا 16 غرام باش تجيكم الحلوى مزيانه، وهي هذيك. المهم هنايا غندوز نعبر معكم التمر. هنا كندهن شويه يدي بما الزهر باش ما تلصقش ليا العقده، وكنعبر في كل كره هنا 10 غرام. يعني العجينه كنعبر فيها 16 غرام، العقده كنعبر فيها 10 غرام. صافي كنبقى نعبر وكنكور وكنحط جانبا حتى غنكمل العقده كامله باش تجينا الخدمه منظمه وسهله. صافي غادا نعبرها كامله ونتلاقى معكم. هنا من بعد ما عبرت العجينه وعبرت العقده ديال التمر غادا ندوز باش نشكل معكم. هنايا كناخذ داك العجينه وكنبسطها، يعني كنبسط الجناب مزيان، والوسط كنخليه شويه غليظ ماشي بزاف. المهم الجناب حيت غادي يتجمعوا باش ما تجيناش عجينه غليظه من جهه وجهه رقيقه، يعني كتجينا هي هذيك متوازنه.
كنرقق من جناب ومن الوسط كنخلي شويه غليظه صافي، وكنجمع بها الطريقه وكنكور وكنحط جانبا حتى كندير واحد الكميه، وعاد كنبدا كنطبع. يعني ما تكثروش ثاني باش ما تنشفش ليكم، او الا بغيتوا تكوروها كامله غطيوها ببلاستيكه باش ما تنشفش ليكم العجينه. صافي هنايا كنبقى كنجمع كنشكل فيها بهذه الطريقه. المهم فيديو راه موضح كلشي، وكنكور وكنحط جانبا. بالنسبه هاد الكميه راها خرجت لي، يعني هاد الكميه بالضبط كيلو ديال التمر. يعني صراحه ما كملتوش، مابقاش ليا العجينه باش نكملو، كانوا بقاو شي 12 حبه ديال العقده ديال التمر. المهم العجينه كملتها، العقده ما كملتهاش، يعني مابقاش ليا العجينه. المهم هاد المقادير هادو خرجوا ليا 2 كيلو و400 غرام. بالنسبه للبنات الثمن ديال البيع، الا كنتو تخدموها المهم بالزبده انا كنخدمها بالزبده لابريري، ما كنخدمهاش بالمارغرين، كنحسبها ب90 درهم. وكاين اللي كيخدمها غير بالمارغرين وكيحسب ليها 90 درهم. انا كنخدمها غير كنخدمها بلا بريري، يعني كتكون المذاق ديالها زوين على المارغرين. كنخدمها ب90 درهم. وإلا كنتو غتخدموها بالزبده سبيسيال راه تقدروا تخدموها 110 دراهم، حيت 100 درهم 110 دراهم على حساب. المهم هنايا كنجيب الطابع ديال المعمول، كاين دائري، كاين هذا المربع، كاين اشكال. انا اختاريت هذا الشكل هذا، وكنطبع به الحلوى ديالي بهذا الشكل صافي. وكنحط في الطاوه اللي كيكون نفرش ليها ورق الطبخ. الفران كنسخنو شويه، كندخلها. انا البنات هنا ما خليتها لا باتت لا خليتها فقط ساعتين، لان السيده كانت مزروبه بها. ساعتين اللي خليتها صافي وطيبتها. ومن الاحسن اللي كان عندكم الوقت خلوها تبات ليله كامله باش كتحافظ لينا على ديك الرشمه ديالها وما تنفخش في الفران. انا الصراحه خليتها غير ساعتين، ما تنفخاتش، ما يعني جا الشكل ديالها زوين. صافي طيبتها على عافيه مهيله، ما تجهدوش الفران، العافيه تكون مهيله حتى كتبان ليا غير الذهب لها اللون ديالها من التحت. وكنهبطها لتحت تكمل الطياب ديالها، يعني ما خاصهاش. وتقبوها، نسيت ما قلت لكم تقبوها بواحد الفنيته، ضروري تقبوها شويه صافي. ما تخلوهاش تحمر بزاف البنات، ما تخلوهاش طيب بزاف في الفران باش ما تجيكمش قاصحه. ضروري غير كي الذهب ليها اللون ديالها صافي كنهبطوها لتحت تحمر من الوجه صافي وكنخرجوها. يعني الا خليتوها كطيب بزاف في الفران راها كتجيكم قاصحه. هنايا من بعد ما خليتها حتى بردت، انا درتها يعني طيبتها مع العشيه، خليتها واحد ساعتين. عاد كيف ما قلت لكم عاد طيبتها، ومن بعد ما خرجتها من الفران خليتها حتى بردت تماما. عاد دزت باش كندير لها سكر كلاصي سبيسيال. ضروري سكر كلاصي يا بنات يكون سبيسيال باش كيثبت لينا على الحلوى. وضروري كيف ما قلت لكم ما تخلوها تبرد مزيان، لان الا درتو على سكر كلاصي وهي سخونه راه غادي يذوب لكم هذاك السكر كلاصي. هنا ودوزوا عليها بالاصبع ديالكم باش كيبان ديك الرشمه ديال الحلوى. هانتوما كيف ما كتشاهدوا في الفيديو، واخا ما خليتهاش بزاف، يعني غير ساعتين وطيبتها راها جات زوينه، ما تنفخاتش، ما طرطقاتش في الفران. حيت بعض الاخوات كطرطق ليهم هاد سميتو في الفران. الا خفتوها تطرطق بسموا الفران شويه صافي وعافيه مهيله، وما تخافوش منها ان شاء الله غتنجح معكم من اول تجربه. وهذا هو الفيديو ديال نهار اليوم، ونتمنى تخلوا لي واحد لايك وتعليق زوين اللي كيشجعني. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، الى فيديو قادم باذن الله.